بيبدأ الانمي بتاعنا مع زغان، وده بني آدم طباعه غريبة وعايش في غابة بعيدة. من كتر ما الغابة دي مهجورة ومرعبة بيطلقوا عليها اسم الغابة المفقودة، وبيكون عايش في قلعة مهجورة كلها أشباح وعفاريت وحاجات كده يا صاحبي لا أنا ولا أنت نحب نقابلها في يوم من الأيام. وبيبقى زغان مكروه ومنبوذ من الناس، وده لأنهم شايفينه إن هو شخص غريب وبيبقوا مفكرينه مشعوذ الشرير، علشان كده بيخافوا منه وبيبعدوا عنه. حتى أمه مشت وسابته لوحده ونسيت إنها تبقى والدته أصلا. وبنشوف بنت بتتخانق مع شاب بيحاول يعتدي عليها، وبتقول له هو أنت بتتحمرش بيا؟ طب جرب تلاسة ايديا. وبتضربه بالقلم واللكميه وهوب وشه بيتشال في ايديها. وبتتصدم لما تعرف انه كان لابس قناع، وده لان شكله الحقيقي مرعب. بتتوتر كده وبتقول له هو انت مين؟ فبيمسك السكينه من غير ما يتردد ومن غير ما يرد عليها، وبيشوق هدومها نصين. فبتترعب البنت اكتر وبتبص له بخوف وهي بتلم هدومها بسرعه. وبتتصدم لما بتلاقيه بيقول لها انه هيشيل جلد وشها علشان يخليها شبهه. وفي اللحظه دي بيجي زغان وبيمسكه شبه خروف العيد، وبيقول له صوتك جابني من بعيد، كنت عايز انام شويه وما عرفتش بسببك. فبيقول له نزلني بس ونتفاهم. لكن زغان بيرفض. نتفاهم ايه ده؟ انت من ثواني كنت هتشيل وش البنت. وبيعمل حركه بايده فبيكسر رقبته حرفيا يعني، وبيفصل رقبته عن جسمه. وبيكون المنظر ده مرعب جدا لدرجه ان البنت بيغمى عليها. وبيبص لها زغان باستغراب ويقول لها مالك يا انسه، قلبك ضعيف كده ليه؟ امال لو كنت شلت عيله من مكانها كنت عملت ايه؟ وبيستخدم قوته السحريه الخرافيه وبيرجع كل حاجه زي ما كانت. وبيكون عمل كده عشان لما البنت تفوت تفتكر انها كانت بتحلم. بيلاحظ وجود صليب جنبها فبيفهم انها جايه من الكنيسه، وبيتفاجئ لما بيشوف دايره حواليها. وفي اللحظه دي بيظهر شاب اسمه بارباتوس، بيكون ده صاحب زغان وبيبقى ساحر زيه. فبيسأله بيعمل ايه، فبيقول له ولا حاجه يا صاحبي، لسه مخلص على شاب شرير كده. فبيقول له هو ايه، هو في حد شرير اكتر منك؟ وبيبص للبنت المرميه في الارض وبيسأله لو كان هيقدمها قربان. فبيقول له لا يا عم، جو القرابين والحاجات الغريبه دي بتاعتك انت، انا ماليش فيها، وده لاني اجمد واحد في الصحراء ومش محتاج قرابين ولا اي حاجه. وبيعمل حركه سحريه عشان يخلي البنت ترجع مكانها. فبيتعصب صاحبه جدا وبيقول له وانت ليه بقيت اناني كده؟ طالما مش هتاخدها كنت سبتها لي، يمكن استخدمها في اي حاجه. فبيتجاهل الكلام وبيقول له انه هيروح ينام لانه كان سهران طول الليل بيقرا في كتب السحر. وبيقول له اصبر بس اصبر، ده انا عندي ليك خبر فريش جاي من على الوش. وبيعرفوا انه حاكم الشياطين مات، وبيعرفوا انه الحاكم ده عايش اكتر من 1000 سنه. فبيستغرب زغان وبيقول له انا مالي بالحوار ده يا عم. فبيقول له ان ممتلكات الحاكم ده هتتباع في مزاد، وبيعرفوا ان الممتلكات دي عباره عن حاجات هتساعدهم انهم يزودوا طاقتهم السحريه ويبقوا اقوياء. فبيفرح زغان جدا لان دي فرصه مهمه بالنسبه له. بيقول له ايه جاي كل المسافه دي عشان كده؟ عشان تعرفني المعلومه دي؟ طول عمرك صاحب جدع يا صاحبي. بقول له ما انا عارف كده كده، ايدك بقى على 2000 دولار عشان ناوي اشتري شويه حاجات. فبيضحك وبقول له طول عمرك ندل يا صاحبي. وبعد كده زغان بيروح للمزاد مع بارباتوس، وبيتفاجئ لما بيلاقي ان كل اللي في المزاد سحرة مشهورين ومعروفين بشرهم وقوتهم. فبيقول له ان في مجموعه من السحرة دول مرشحين لمنصب حاكم الشيطان. لا وكمان بقى خد المفاجاه الكبرى، العبد لله كمان مترشح. وبيقطع كلامهم صوت مقدم الحفله اللي بيعلن عن بدء المزاد. لكن المفاجاه انه مش بيعرض حاجات للبيع، ده بيعرض بنت للبيع. وبتكون البنت دي متسلله، وبتصدم زغال لما بيشوف المنظر. وبنعرف ان البنت دي مش بني ادم عاديه، وبتبقى من قبيله اسمها الايلف. ودول كائنات شبه البشر لكن لهم قوة سحرية بتميزهم عنهم، وكلهم لون شعرهم أبيض، وحتى شكل ودنهم بيكون مختلف وبيبقى قريب من شكل ودن الحيوانات. وبيتكلم مقدم الحفلة عن مميزات الكائنات دي عشان يشجع الضيوف إنهم يشتروا بسعر كويس. وبيقول لهم إن اللي هياخدها هيكون محظوظ لأنها تكون جارية وممكن يقضي معاها وقت لطيف، وكمان هتساعده بقوتها السحرية المميزة. ويبدأ المزاد ب 10000 دولار. وقبل ما يكمل الكلمة بيقول له زغان مليون دولار. فبيتصدم كل الموجودين من زغان، وده علشان هو زود المبلغ بالشكل ده. وبيفهموا وقتها انه هيشتري البنت دي بأي مبلغ. وبيسكتوا كلهم، وبيعلن مقدم الحفلة ان زغان هو اللي اشترى البنت. اتكلم بارباتوس مع زغان وبيقول له مش شايف انك بتورط نفسك؟ فبيسكت ومش بيرد عليه، وبيكون مبهور بجمال البنت. ومن غير ما يحس بيلاقي نفسه بينزل عند البنت دي، وبيحس انه متوتر جدا وهو قريب منها. وبياخدها معاه القلعة بتاعته، بيحس انه هيموت من كتر التوتر. وبيكون مستغرب نفسه لان اول مره يكون في الحاله دي. وبيحاول بعدها يفتح كلام مع البنت لكنه مش بيعرف. وفجاه البنت الغلبانه دي بتتكلم معاه وبتساله هيقتلها ازاي. فبيتعصب كده وبيقول لها واقتلك ليه؟ هو حد قالك عليا سفاح ولا حاجه؟ فبتقول له كلهم الصراحه قالوا لي كده. فبيتوتر ومش بيكون عارف يطمنها ازاي، خصوصا انه حبها من اول نظره. وبتبقى دي اول مره يحب ومش بيكون عارف يتصرف، وبيحاول يهديها. وبيبقى مستغرب انه كل جمدانه متوتر قدامها. وبيقول لها بص يا شاطره، انا من الصحراء الطيبين، لا بتاع قتل ولا بتاع تعذيب، ده انا اخر ابيع زبيب او ادوق وايهما اقرب بقى. لو صحيح انت اسمك ايه؟ فبتقول له ان اسمها نيفيليا. فبيقول لها يا ده حتى اسمها يدوب دوب ويحرك القلوب. وبيتفاجئ زغان لما بيلاقيها بتسأله عن السبب اللي خلاه يشتريها. فبيتوتر كده لأن هو شخصيا ما يعرفش ايه السبب، وبيتحجج بأنه صدع من كتر الكلام. وبينهي المناقشة اللي بينهم، وقبل ما يمشي بيقرر يفك الطول اللي حوالين رقبتها. وبيكون حاسس بالشفقة اتجاهها لأن هو كمان عاش طفولته مشرد وما كانش بيلاقي الرغيف الحاف.
ولا حتى بيتغطى بالحاف، وكان بيضطر يسرق الاكل عشان يقدر يعيش. وقبل ما يفكها بيقول لنفسه ممكن لو فكتها تهرب، وبيقرر يسيبها زي ما هي وبياخدها لاوضتها واللي بتكون كلها جماجم. فبتفهم نيفيليا انه اشتراها عشان يقطع راسها ويستخدمها في الطقوس السحريه، وبتوطي كده وبتقول له يلا اقطع راسي بسرعه عشان ما افضلش عايشه في خوف، انا كده كده عارفه اني ماليش بخت. فبيقول لها وانت مصممه تموتي وخلاص، وبيعرفها ان اللي في الارض دي جماجم مزيفه علشان يخوف اي حد يدخل القلعه بتاعته، وبيستخدم تعويذه سحريه من تعويذاته القويه وبيدمر كل الهياكل العظميه دي. بعد ما كانت نيفيليا خايفه بيجي لها الصرع من الانفجار اللي حصل فجاه، وبتقول له يا ريتك سبتني خايفه كان ارحم، وبتسيبه وبتروح تتفرج على نور القمر. وزغان كان بيسيب القمر وبيتفرج على القمر اللي جنبه اللي سحر عقله، وبيحس زغان ان الاوضه مش مناسبه لبنت كيوته زي نيفيليا، عشان كده بيخليها تنام جنب كرسي العرش بتاعه، وبيفضل يراقبها طول الليل وبيبقى بينام على الكرسي لانه بيخاف ان اي حد يهاجم القلعه بتاعته ويغفله وهو نايم. وبيكون مستغرب ان زغان الجبار اللي راعب كل الاشرار يحب بنت بالسهوله دي. وتاني يوم الصبح نيفيليا بتقول لزغان صباح الخير، فبيتوتر كده وبيكون مش عارف يرد عليها، وده لان طول عمره عايش وحيد وعمر ما حد قال له نهارك سعيد حتى. وبيديها الاكل وبيقعد ياكل جنبها، فبتستغرب نيفيليا من انه بياكل معاها ومن انه بياكل من نفس الاكل اللي عطاهولها، وده لانها متعوده ان اكل الجواري بيكون اقل من اكل الاشخاص اللي بتمتلكهم. وبتساله وهي مستغربه كده عن السبب اللي خلاه ياكلها من اكله، فبيقول لها مش عايز اصدمك بس ده الاكل الوحيد اللي هتلاقيه في القلعه، هو مش معقول زغان الخطير ينزل مثلا يشتري فطير او يمشي بين الناس وبيجيب قلاص، ده انا بصطاد اي حاجه الاقيها قدامي يا بنتي واعمل منها لحمه مشويه وهي الدنيا ماشيه. وبتقطع نيفيليا كلامه وبتقول له طب ما انا ممكن انزل السوق واشتري الخضار وطلبات البيت واطبخ لك بنفسي. فبيتوتر كده وبيقول لها من الاخر كده انا معيش ولا جنيه، وده لاني دفعت كل الفلوس اللي معايا عشان اشتريكي. وبيقرر ياخدها معاه للغابه يمكن يلاقي اي حيوان يصطادوا يتغدوا بيه. وفي الطريق بيكون محتار يفضل زغان الجبار ولا يتنازل ويبيع القلعه عشان يبقى معاه مبلغ ويفتح مطعم ويخلي نيفيليا تطبخ فيه، او يشتري اكل ويبقى معاه فلوس بدل ما هو فقير كحيان كده. وبيقطع تفكيره صوت صراخ جاي من مكان قريب، ولما بيبص حواليه بيشوف مجموعه من قطاع الطرق بيهاجموا التجار غلابه وبياخدوا منهم عربيتهم والبضاعه. وبيلاحظ ان نيفيليا حزينه فبيخمن انها اتخطفت بنفس الطريقه، وبيقرر يهاجم قطاع الطرق لانهم قلبوا المواجهه على نيفيليا. وبيقول لها طب راقب زغان الرهيب وهو بيستخدم قوته الخرافيه عشان يخلص على الاغبياء دول، وبيهاجمهم بشعاع قوي خطير من اللي بيخلي العقل يطير. وبيتعصب قطاع الطرق لان زغان هاجمهم وبيقربوا منه عشان يهاجموا عليه، لكن زغان بيصدم هجومهم وبيكسر الالات الحاده اللي معاهم وبيضربهم بضربه من حديد اقوى من الحديد اللي معمول منه الاسلحه. وفي اثناء القتال بيظهر شخص باين عليه انه قوي وليه هيبه كده، وبيقول لزغان انا اقوى ساحر وهعلمك الادب لانك جيت على الرجاله بتوعي. وبيعمل شويه حركات سحريه بتخلي المكان كله يتحول لنار لدرجه ان الاشرار بيترعبوا وبيهربوا، ويبان ان الساحر ده قوته مش سهله وهيبقى في معركه جامده بينه وبين زغان. فبيبص له زغان بثقه وبيعمل حركه سحريه خطيره وبيخليه يفقد مهارته السحريه. وقبل ما الساحر يفوق من اللي حصل بيعمل زغان اشاره بصوابعه وبينزل عليه شعاع نور قوي وبيحرقه. فبيترعب كل قطاع الطرق من المنظر اللي شافوه ده لانهم عمرهم ما شافوا حد قوي بالشكل ده قبل كده، وبيطلعوا يجروا قبل ما يعمل منهم بفتيه. وبتلم التجار حوالين زغان وبيقولوا ده انت اسطوره ويتعمل لك تمثال، ده انت رعبت الاشرار، وبيعرضوا عليه انه يحميهم طول الطريق وفي المقابل ياخد فلوس كتيره. فبيفتح زغان كيس الفلوس وهو مش مصدق ان الفلوس جات له بالسهوله كده، وبيقول له نفسه يا ده الواحد على كده لو خلص على كام شرير في الطريق هيبقى اغنى من بيل جيتس. وبيركب معاهم عشان يحميهم. بعد ما التجار بيوصلوا للسوق زغان بيسيبهم وبيروح يشتري شويه طلبات عشان يغير الاكل اللي بقاله سنين عايش عليه. وبيعدي على محل لبس بالصدفه فبيقرر يشتري فستان جديد لنيفيليا. وبتلاحظ مانويلا اللي هي صاحبه المحل ان زغان مهتم بنيفيليا وبتقول له انها محظوظه لان زغان شكله معجب بيها. فبتتصدم نيفيليا من كلام مانويلا، وده لانها كانت فاهمه ان زغان بيعاملها كويس لانه بيشفق عليها. وبتتصدم اكتر لما بتلاقي زغان واخدها لمحل حداده عشان يفك لها الطوق، وبتتاكد ان كلام مانويلا كان كلام صح، لكن لسوء حظها ان الحداد مش بيعرف يشيل الطوق، وبيعرف زغان ان الطوق معمول بطريقه خاصه ولو اتشال غلط ممكن يطر رقبتها. وبينصحوا بانه يدور على المفتاح ويفكه عشان يبقى في امان. وبيخمن زغان ان المفتاح في القلعه اللي المزاد كان معمول فيها، وبيدي للحداد فلوس مقابل المعلومات اللي قالها له، لكن الحداد بيرفض ياخد الفلوس دي. بيعرف ان هو انقذه قبل كده هو وبنته لما كان في مجموعه اشرار حاولوا يخطفوا بنته. فبيقول له زغان اصل انا بعمل خير كتير هفتكر مين ولا مين يعني، هو بيبقى التواضع عنده في ذمه الله. بعد كده زغان بياخد نيفيليا للمطعم وبيستغرب لما بيلاقيها مش عارفه تاكل بالشوكه، فبتقول له شوكه وسكينه ايه ده انا الاكل كان بيترمالي ما تقلبش عليا المواجع تاني. فبيغير زغان الموضوع عشان مشاعرها البريئه وبيخليها تاكل بالمعلقه، وبيتفاجئ لما بيلاقيها بتاكل بايديها وبيحس انه هيموت من كتر
الكسوف وبيكون مستغرب انه بيتكسف بالرغم من انه نينجا والكل بيترعب منه. بيلاحظ ان الناس الموجودين في المطعم ان زغان مكسوف ومتوتر وبيضحكوا عليه لان واحد زي زغان ده مكسوف ازاي بالشكل اللي هو فيه ده. وبيتكسف زغان اكتر من نظرات الناس ليه وبياخد نيفيليا وبيمشي. في نفس الوقت ده بتظهر البنت اللي زغان انقذها من الاعداء وبتكون بتفكر في شكل زغان لما انقذها وبتتمنى انها تقابله تاني عشان تنقذه. وبيقطع تفكيرها دخول الراهب اللي بيتكلم معاها. وبنعرف ان البنت دي اسمها الشاسيل وبتبقى واحده من الجنود المقدسين اللي بيحاربوا المشعوذين باسم الدين. وبتتصدم لما بتلاقي الراهب بيقول لها ان المشعوذ اللي عليه الدور هو زغان وبتقول له لا لا يا عم اكيد غلطان ولا حاجه، بقى زغان بطل الابطال هيبقى من الاشرار. فبيفكرها الراهب ان المشعوذين اشرار حتى لو تظاهروا بانهم طيبين وبيأمرها تقضي على زغان وترجع تاني للكنيسه. وبتكون شاسيل مجبره انها تسمع الكلام وده لان مش من حق الجنود المقدسين انهم يعترضوا. وتاني يوم زغان بيتفاجئ لما بيلاقي نيفيليا بتاخده لاوضه الاكل واللي بتكون حولتها من مقبره لاوضه جميله. بيقول لها لا ده انت طلعت بتعملي من الفسيخ شربات. وبيقعد علشان ياكل وبيتضايق لما بيكتشف انها عامله اكل على قده وبتعامل نفسها على انها خدامه ومش من حقها تاكل معاه. وبيقرر يكسر الحاجز الخوف اللي بينهم وبيخليها تقعد جنبه على الكرسي. اضطر نيفيليا تنفذ اوامره وهي حاسه بالاحراج. بعد كده نيفيليا بتكون بتنظف المكتبه وبتلاحظ ان زغان غرقان في الكتب وبتساله عنها فبيقول لها دي كتب فيها كل المهارات السحريه اللي خلتني ساحر قوي وليا هيبتي حتى شوفي. وبيعمل لها حركه سحريه قويه علشان يبين ليها هو قد ايه ساحر جامد ومالوش مثيله. بتنبهر نيفيليا بيه فبيعرفها ان دي ابسط حاجه عنده وبيفهمها ان قوته عدت مراحل الجمدان وبقى يقدر يبطل قوه اي ساحر يهاجمه لا وكمان يتحكم فيه. فبتحس نيفيليا بالاندهاش وبتقول له يا ده انت على كده جامد وشكلك كده ابن ناس اغنياء. فبيقول لها اغنياء ايه وبعدين كده انت كده بتيجي على المواجع، ده انا كنت مشرد فقير وبسرق الاكل عشان اقدر اعيش، ده انا كنت بحارب علشان ما اتقتلش على ايدي الناس اللي كنت بسرقهم، وكنت عايش حياه مأساويه لحد ما في يوم من الايام في ساحر خطفني علشان يقدمني قربان ويستخدمني في التعويذه اللي هتزود قوته، لكن لحسن حظي اني كنت قوي وقدرت اخلص عليه واتغديت بيه قبل ما هو يتعشى بيا. ومن وقتها اخدت القلعه بتاعته اللي انا عايش فيها وقررت اتعلم السحر عشان ابقى قوي واخلص على اي حد يفكر يجي عليا. فبتحسده نيفيليا لانه قدر يغير مصيره وبتتمنى لو كانت قويه زيه وكانت قدرت تتمرد على الحياه العبوديه المؤذيه دي. فبيقرب منها وبيعرض عليها يعلمها السحر عشان تبقى قويه. وفجاه بيحس ان في حد بيقرب من القلعه فبيقول لها ده شكل جاي لنا ضيوف ولا ايه ولازم يتعامل معاهم من واجب الضيافه. وبيسيب نيفيليا وبيطلع قدام باب القلعه علشان يشوف لو في اي حد كده. وبيلاقي مجموعه كده من جنود الكنيسه ومعاهم عدد كبير من السيوف المقدسه اللي معموله مخصوص عشان تخلص على الصحراء. واول ما بيشوف شاسل بيفتكر انها نفس البنت اللي انقذها قبل كده وبيندم لانه انقذها وبيقول لها لو كنت اعرف انك من الجنود المقدسين كنت سبت ابو وش مسلوخ يخلص عليكي. وبيعمل حركه سحريه قويه وبيهاجم بيها عليهم لكنهم بيصدوها باستخدام الدروع اللي معاهم واللي بتكون دروع قويه جدا ومعموله من مواد نادره وصلبه. وبيفهم زغان انه داخل على معركه مش سهله وبيستعد علشان يخرج كل قوته المدمره. بيجمع طاقته وهوب بيهاجم اول واحد وبيضربه في بطنه ضربه قويه جدا لدرجه انها كانت هتطلع من مكانها. ومن قوه الضربه دي الجندي بيترمي في الارض وبيقول لهم زغان ده ابسط حاجه عندي، هتاخدوا نفسكم وتمشوا ولا اعمل منكم شاورما. فبيتحمس جندي تاني وبيقول له ده انا اللي اعمل منك شاورما وبيروح يهاجمه لكن زغان بيكون عدى مراحل الجمدان وبيكسر له السيف بتاعه بحركه واحده من ايده وبيرميه على الارض وبيدوس عليه. فبتتعصب شاسل وبتستعد علشان تهاجمه فبيحذرها زغان وبيقول لها انها لو قربت هيكسر وش الجندي بتاعها. فبتخاف وبتحط السيف جنبها وبتقول له طب يلا سيبي الجندي الغلبان وانا هاخده وارجع تاني الكنيسه. فبيبعد زغان عن الجندي وبالله يلا خديه وروحي، عرف اللي بعتك ان زغان جبار ومش اي حد يقدر يواجهه. لكن فجاه شاسل بترجع تشيل سيفها وبتستعد علشان تهاجم فبيتفادى هجومها وبيقول لها انه مش بيحب يتدخل في معركه فيها بنات. فبتتعصب جدا وبتقول له لما انت جدع وشهم كده بقيت ساحر ليه من الاول. وبتهاجمه تاني لكن زغان بيصد هجومها وبيقف على السيف قبل ما يلمسه وبيكون سريع قوي وعنده سرعه بديهه. لكن شاسل كمان مش بتكون سهله وبتقدر ترفع السيف وهو واقف عليه وبتستخدم سرعتها وخفة ايديها عشان تهاجمه. فبيعمل حركة سحرية وبيدافع عن نفسه وبتحصل بينهم معركة أسطورية. وبيعرف زغان ان شاسل مش هفية زي ما هو باين عليها وبيقرر ما يستهزأش بيها ويخلص عليها قبل ما هي اللي تخلص عليه. وبيتفاجئ لما بيلاقيها بتهاجمه بالسيف المقدس اللي قوته مش عادية وبتقطع الشجرة اللي وراه. بيبان ان هي مش عايزة تقتله وبتقول له يتظاهر بانه مات لانها لو رجعت للكنيسة قبل ما تخلص عليه هيبعتوا حد اقوى منها ومش هيسيبه غير لما يموته. وبتنصحه بعد ما يتظاهر بانه مات يبعد عن
عن الصحراء ويعيش حياة طبيعية. وفي اللحظة دي نيفيليا بتخرج وفجأة جندي بيرمي سيفه عليها، وده لأنه عايز يخلص على أي حد تبع زغان. وبيترعب زغان جدا وبيطلع يجري في اتجاه نيفيليا وبيصد السيف باستخدام ايده، وبيعدي السيف من ايده لكنه مش بيهتم وبيخرجه بكل هدوء. وفجأة نيفيليا بتتحول من البنت الغلبانة الهادية لبنت شجاعة وعندها قوة أسطورية. وبنكتشف إنها بتقدر تتحكم في النبات وبتخلي الشجر يهاجم الجنود وبتكون هتخلص عليهم، لكن زغان بيتدخل ويمنعها وبيخلي شاسل تاخد الجنود وتهرب بسرعة. وبعد كده بيتكلم مع نيفيليا وبيقول لها كنت عايز أعلمك السحر ده، أنت طلعت جبارة تقدري تجيبي الأشرار في شكارة. فبتعرفوا إنها اكتشفت قوتها دي من وقت لما كانت طفلة، وبسبب كده كل اللي حواليها كانوا بيقولوا عليها إنها من العونة، وكانت مضطهدة طول الوقت وعاشت منبوذة لحد ما في يوم من الأيام القرية بتاعتها اتعرضت للهجوم، وأهل القرية طلبوا منها تحميهم، لكن في الوقت ده قوتها ما كانتش اكتملت، عشان كده انهزمت على ايد الاعداء اللي اخدوها وحطوا الطوق في رقبتها علشان ما تهربش. ومن وقتها وهي بقت جارية عندهم. فبيحس زغان بالشفقة تجاهها وبيشوف انها عاشت حياة قاسية جدا، وبيقرر يعوضها عن اللي فات وبيعرفها انه هيساعدها تزود قوتها. فبتتأثر نيفيليا لان دي اول مرة حد يعرف قوتها وما يخافش منها، وبتشكره وهي بتعيط. وبالليل زغان بيتكلم مع نيفيليا وبيقول لها ان قوتها مذهلة لكنها مش عارفة تسيطر عليها، وبيتوقع ان الطوق اللي حوالين رقبتها هو اللي مخليها مش عارفة تسيطر على قوتها. علشان كده بيقرر يخليها التلميذة بتاعته ويعلمها كل المهارات السحرية اللي هتخليها تتحكم في قوتها. وبتكون نيفيليا شايفة انه شخصية لطيفة وبيهتم بالناس اللي اضعف منه وهيبقى منقذ الفقراء والضعفاء، لكن زغان بيعترف لها بالحقيقة وبيعرفها انه الاول كان ظالم وقاسي وكان بيجي على الناس اللي اضعف منه وكان بيهاجمهم بسبب وبدون سبب. وفضل عايش سنين كده لحد ما هاجم بنت ضعيفة، ولما شافها وهي منهارة قرر يبطل اللي بيعمله. وبيتصدم زغان لما بيلاقي نيفيليا بتحضنه وبتقول له ما تقولش على نفسك كده، ده انت اطيب حد عدى عليا. وبيحضنها هو كمان ويحس بالامان، وبيبقى مستغرب من الاحساس ده لانه اول مره في حياته يجربه. وتاني يوم برباتسو بيزور زغان وبيساله ازاي لسه عايش بالرغم من ان الجنود الكنيسه هاجموه. فبيقول له عيب عليك، ده انا زغان الجبار، بقى شويه جنود زي دول هيخلصوا عليا انا؟ ده انا مسكتهم وكسرتهم واحد واحد، ده حتى سيوفهم كسرتها وخليتهم يهربوا زي الكتاكيت وخليتهم يحرموا يهاجموني تاني. وفي الاثناء دي نيفيليا بتقدم الشاي وبتخض برباتوس، واول ما بيشوفها من خضته بيرمي مج الشاي وبيكون هيقع على الارض، لكن زغان الخطير بيخليه يطير باستخدام قوته السحريه. وبيصرخ برباتسو وبيكون مفكر ان زغان اشتراها علشان يستخدمها في طقوس السحر وبيقدمها قربان ومش عشان يشغلها خدامه، لكن زغان بيصحح له معلوماته وبيعرفه ان نيفيليا التلميذه بتاعته وهيعلمها كل مهارات السحر، وبيكون ناوي يبقى حاكم الشياطين علشان سلطته تزيد ويقدر يحمي نيفيليا ويصد اي حد يحاول ياخدها منه. فبيحبطوا صاحبه وبيعرفوا ان المنصب ده صعب يوصل له، خصوصا ان لسه متعلم السحر من 10 سنين، يعني من الاخر كده قدراته محدوده مقارنه بالسحرة اللي بقالهم اكتر من 100 سنه. وبيمشوا ويسيبوا بعد ما بيحبطوا، لكن زغان مش بيسمع كلامه وبيقرر يفضل يحاول لحد ما يبقى حاكم الشياطين. وبالليل زغان بيكون بيتعلم مهارات سحريه جديده وصعبه علشان يثبت لبرباتسو انه كان غلطان لما شاف ان امكانياته لسه محدوده. وفجاه بيظهر له طائر عملاق براسين وبيديله رساله، والمفاجاه انه بيكون مكتوب في الرساله دي ان تم اختياره لمنصب حاكم الشياطين. ومش بيضيع زغان الوقت لان الفرصه دي مش هتتعوض، وبيروح لحاكم الشياطين وزعماء الصحراء وبيكون عندهم 11 واحد، واول ما بيشوفوه بيستهزئوا بيه لان سنه صغير وبيكون اصغر واحد بين كل الصحراء اللي موجودين. وفجاه في واحد منهم بيعمل حركه سحريه بايده وبيوري لزغان شعار حاكم الشياطين، وبينبهر زغان بشكل الشعار اللي بيوحي بالقوه. وفجاه النور بينطفي والشعار بيختفي، وبيجمع زغان شجاعته وبيتكلم مع حاكم الشياطين وبيسالهم عن السبب اللي خلاهم يختاروه هو بالذات بالرغم من ان في سحرة اقوى منه بكتير. فبيتكلم واحد من الحكام دول وبيقول له ده انت قوه جباره، ده انت قتلت الساحر اللي كان هيقدمك قربان وحرقته وحولته لفرخه مشويه كمان، لا وكمان اخدت القلعه بتاعته، كل ده وانت كنت لسه عيل يا دوب عندك 8 سنين. تخيل بقى حجم قوتك دلوقتي. وبيكون شايف ان قوه زغان مش طبيعيه، ولو اتدرب على المهارات السحريه المخيفه قوته هتزيد مليون في المية. بيتوقع له انه هيتفوق على الكل وهيكون اعظم حاكم في تاريخ كل حكام الشياطين. وبيعرفوا انه لو انضم ليهم ما ينفعش يرجع في قراره، ولو فكر يتخلى عنهم هيخلصوا عليه بعد ما ياخدوا كل ممتلكاته. ويكون زغان متوتر وخايف انه يخسر نيفيليا بسبب انضمامه ليهم. بعد تفكير بيوافق على المنصب ده بس بشرط انهم يدوا مفتاح الطوق اللي حوالين رقبه نيفيليا. وبيوافق الحكام على شرطه وبيدوا له المفتاح، وبياخد زغان المفتاح وبيرجع بسرعه للبيت وبيفتح الطوق بيحرر نيفيليا اللي بتفرح قوي لانها بقت حره، لكن فرحتها مش بتطول لان زغان بيطردها من البيت وبيقول لها انه ما بقاش محتاجها. بعد كده نيفيليا بتكون قاعده وحيده حزينه في الطريق مش بتبقى عارفه تعمل ايه بعد ما زغان طردها وتخلى عنها. فجاه بتشوف شاسل وبتفتكر انها هتقتلها لانها تلميذه زغان، لكن شاسل بتاكد لها انها مش هتاذيها. وفجاه بتظهر مانويلا اللي نيفيليا كانت شاريه منها من كام يوم. بتشوف نيفيليا وهي بتتكلم مع شاسل بخوف وبتفتكر ان الشاسل بتضايق نيفيليا وبتتخانق معاها، فبتتوتر شاسل كده بتقول لها يا ست انا كنت ماشيه في امان الله، فجاه لقيت نفسي متنمره وقاتله، ده ناقص تقولين اني باكل مال يتيم.
وبيزعق لها كل البياعين اللي اتلموا على الصوت، فبتنهار وبتفضل تعيط. وفي اللحظه دي نيفيليا بتدافع عنها وبتقول انها ما عملتلهاش حاجه وبتخلي الكل يبعدوا عنها. بعد كده مانويلا بتعزم نيفيليا على العشاء وبتكون بتعاملها بلطف، وده عكس شاسل اللي بتعاملها بقسوه، وبتبقى متضايقه منها، وده لانها مش بتحب الجنود المقدسين. وبتكون شاسل مستغربه انها بتعاملها بالطريقه دي. في اللحظه دي نيفيليا بتنهار وبيبص لها باستغراب، فبتقول لهم كنت عامله لحمه وكان نفسي اكل منها. فبتشوف مانويلا ان نيفيليا تافهه وبتندم على الوقت اللي ضيعته معاها وبتمشي وتسيبها. وبعد ما مانويلا بتمشي نيفيليا بتتكلم مع شاسل وبتسالها عن مهمه حاكم الشياطين، فبتقول لها انه اهم واحد في الصحراء وبيمتلك قوه خرافيه، لكن القوه دي بيكون ليها عيوب لانه بيكون مضطر يدخل في حروب كتيره مع باقي الصحراء علشان يحافظ على مكانته. وبتفهم نيفيليا ان زغان بعدها عنه لانه خايف عليها وخايف انها تتورط معاه في الحروب اللي هيدخلها. وبتفهم انه لسه بيهتم بيها. وفجاه مانويلا بترجع بعد ما بتسمع كلامهم وبتسالها ناويه تعملي ايه، فبتقول لها انها ترجع لزغان وهتقنعه انها تفضل عايشه معاه. وبتحاول شاسل تمنعها وتفهمها ان وجودها مع زغان ممكن يكون السبب في نهايه حياتها، لكنها مش بتقتنع بكده وبتكون شايفه ان زغان قوي مفيش حد يقدر يهزمه وهتكون في امان طول ما هي معاه. وبتلاحظ ان شاسل ماسكه السيف بتاعها، فبتسالها لو كانت ناويه تحارب زغان تاني، فبتقول لها انها عرفت ان في ساحر شرير انتحل شخصيه زغان وماشي يقتل في الناس، وبتقرر تمسك الساحر ده عشان تحسن سمعه زغان وتخلي الراي بيبعد عنه. فبتتكلم مانويلا وبتقول لها بما انك جدع كده حاسبي على الفاتوره بتاعت نيفيليا وتفاعلي معاكم بالمره. فبتتصدم شاسل لكنها بتتحرك ترفض وبتضطر تتدبس في الفاتوره، وبتقرر تستغل الفرصه دي وبتطلب من مانويلا ونيفيليا انهم يكونوا صحاب. فبتوافق مانويلا وبيضحكوا سوا. وفجاه بيجي صوت شرير من بعيد وبيقول لهم اسف على قطع اللحظه اللطيفه دي. وفجاه في دخان شكله مرعب بينتشر في المكان، فبتخاف شاسل على مانويلا ونيفيليا وبتزوم بعيد، لكن نيفيليا مش بتلحق تهرب والدخان بيبلعها هي وشاسل. وبيتكلم نفس الصوت المرعب وبيقول للجنود ان هو زغان، ولو عايزين يرجعوا شاسل يبقوا يروحوا للقلعه بتاعته. وفجاه بيختفي. وبعد كده الجنود بيروحوا لقلعه زغان وبترجعوه عشان يرجع لهم شاسل، فبيستغرب وبيقول لهم وانا خدتها عشان ارجعها. في اللحظه دي مانويلا بتنزل من السماء وبتكون بتطير باستخدام اجنحتها السحريه وبتدوس على راس الجندي اللي بيتكلم مع زغان وبتقول له ان زغان شكله طيب ولطيف وشخص كيوت كده ومستحيل يكون هو اللي خطف شاسل ونيفيليا، وبتطلب منه يساعدها عشان تلاقيهم. وبيتصدم زغان جدا لما بيعرف ان نيفيليا اتخطفت وبيندم لانه طردها من القلعه بتاعته. وبيقول ان زغان المتين وحاكم الشياطين هيقبض على الخاطف الشرير اللي اخد نيفيليا، وبيعرض على مانويلا تروح معاه عشان تتفرج عليه. هو بيكسر وش الشخص الحقير اللي انتحل شخصيته، فبتوافق. وفجاه الجنود بيمسكوا في زغان وبيقولوا له احنا كمان خدنا معاك والنبي خدنا معاك. فبيقول لهم وانا رايح دريم بارك ابعدوا عني بقى. وبما انه الساحر جامد جمادولا بيعمل حركه سحريه عشان ينتقل بسرعه وما يضيعش وقت. وبنروح نشوف نيفيليا اللي بتكون متسلسله بخيوط شبه اللي كانت متسلسله بيها قبل كده، وبتتفاجئ لما بتشوف بارباتسو وبتساله ليه خطفها بالرغم من انه صاحب زغان. وبيقول لها احب اعرفك واصدمك ان انا كنت التلميذ الساحر اللي زغان الشرير خلص عليه وخد القلعه بتاعته، وكنت مساحب زغان عشان اغدر بيه في الوقت المناسب، وجه الوقت المناسب ان انتقم من زغان وارجع حق المعلم بتاعي. وفجاه بيبص بشكل مرعب وبيقول لها وانت صدقتي قصه التلميذ الوفي اللي عايز ينتقم للمعلم بتاعه؟ كنت بهزر معاكي، ده لو زغان ما قتلهوش كنت انا هقتله بنفسي، وكويس ان هو وفر عليا، ده انا بس كنت عايز اخد القلعه واكون استفدت من المعلم بتاعي باي منفعه وخلاص، وبكره ابقى حاكم الشياطين وقوتي تزيد اكتر ما هي، وبدل ما اخلص على واحد بضربه واحده هخلص على 100 ومحدش هيقدر عليا. فبتقطعه نيفيليا وبتقول له اسفه على تدمير احلامك الشريره، بس زغان خلاص بقى حاكم الشياطين. فبيتصدم وبيقول لها لا مستحيل، يعني اخد القلعه اللي انا كنت بحلم بيها، كمان اخد المنصب اللي كنت هموت ونفسي عليه. وفجاه بيكسر السلاسل اللي نيفيليا مربوطه بيها وبيسحبها، وهو بيقول ان هو هيجبر زغان يتنازل على المنصب، وبيكمل سحبه وهو بيهينها وبيعاملها على انها مجرد جاريه. فبتتضايق نيفيليا وبتفتكر ان زغان كان بيعاملها بلطف، وبتزعل لبارباتسو وبتقول له انها مش جاريه، فبيتضايق من الطريقه اللي كلمته بيها وبيستعد عشان يهاجمها. لك وفجاه بيظهر زغان الجبار اللي بيكسر وش الاشرار وبيصد هجومه وبيقول له مفاجاه مش كده، وبيعرفوا انه كان عارف ان هو بيخطط من وراه، وهو اللي بعت ابو وش مسلوخ يهاجم شاسل عشان يجبره ينقذها ويكشف قوته قدامها، وبعدها هي ترجع علشان تخلص عليه بحكم انها واحده من جنود الكنيسه. وبتصدم بارباتسو من ذكاء زغان اللي قدر يكشفه، وبالرغم من كده فضل يتعامل معاه بشكل طبيعي. فبيقول له زغان عارف انت بتفكر ليه ما خلصتش عليك لحد دلوقتي لما اكتشفت خيانتك، انا عملت كده عشان كنت مستني اشوف اخرك بس. وبيبص لنيفيليا اللي متسلسله وبيهاجمه بحركه سحريه جامده، وبيسيبه وبيروح يحرر نيفيليا اللي بتجري عليه وبتعيط وبتترجاه ما يسيبهاش تاني وياخدها معاه. فبيتعصب بارباتسو بيقول له وانت سايبني وجاي تهب هنا، وبيحاول يهاجمه ويعمل كام حركه سحريه، لكن زغان بيتحكم فيه وبيدمر اي حركه بيحاول يعملها، وبيكون جامد لدرجه انه مش بيديله فرصه انه يهاجمه. وبيقول له فوق يا ابني، ده انا خلصت على المعلم بتاعك وانا عندي 8 سنين، تخيل هعمل فيك ايه وانا حاكم الشياطين، ده انا بقرا ليل نهار كتب سحريه ومحدش يقدر عليا حتى. بص الحركه دي، وبيجمع كل قوته في ايده وبيعمل حركه خطيره وهوب بيهاجم بارباتسو اللي برغم
وقوته مش بيقدر يستحمل الهجوم، وبيقع على الارض وبيبص لزغان على انه وحش مرعب، ومش بيكون متخيل ان في حد قوي للدرجه دي. بيقرر يستسلم قبل ما زغان يعمل منه بطاطس محمره، وبيقوم من مكانه وهو بيقول له خلاص خلاص بعلن انك فزت وعلمت عليا، وهمشي دلوقتي ومش هوريك وش تاني. وبيترعب اول ما بيلاقي زغان المدمر بيقرب منه وبيبص له بخوف، وبيقول له لا يا زغان ده احنا اصحاب. فبيبص له زغان من غير ما يرد عليه، وبيعمل حركه من حركاته الجامده، وهوبا ابن اللعيبه بيهاجمه وبيكون هيساويه بالارض. وفجاه بيضحك وبيقول له قوم قوم، مالك اترعبت كده؟ ده انا بهزر معاك اصلا، انا كده كده مش بحب القتال والحاجات دي، روح زود قوتك وتعالى ندخل معركه جديده، ومتاكد انها تكون معركه قويه. وبيكون زغان شخصيه اسطوريه وعنده روح رياضيه. فجاه الارض بتتهز وبتظهر علامات سحريه في المكان، فبيبص زغان لبرباتسو بيقول له لا بس حركه جامده، وبيتفاجئ لما برباتسو بياكد له انه مش هو اللي عمل كده. فبيفهم زغان ان القوه دي ظهرت بسبب الطاقه اللي دخلها جوه الارض علشان ما يهاجمش بيها برباتوس. وبيصرخ هو بيقول ان فيليا تهرب بسرعه، وفجاه بتظهر طاقه خرافيه، وبيحس زغان ان في حاجه غلط، وبيبص لبرباتسو وبيقول له هو انت كنت بتعمل ايه؟ فبيكلمه بكل هدوء بيقول له لا دي حاجه بسيطه، كنت بحاول استدعي شيطان حقيقي، وشكل قوتك يا معلم اجبرته يخرج. مش بيلحق زغان يتصدم وبيلاقيه خرج فعلا من الارض، كان شكله مرعب وضخم. وفجاه الكائن ده بيقرب منه فبيترعب وبيقول لنفسه شكلي خلاص هموت، والاسطوره مش هيفضل منه غير صوره. لكن المفاجاه ان الكائن ده بيعامله على انه المتحكم فيه، بيعرفه ان هو هينفذ كل اوامره. وفي اللحظه دي الوشم بتاع حاكم الشياطين بينور، فبيفهم زغان ان الوشم ده هو اللي خلى الكائن ده يخاف منه. وفجاه الكائن ده بيرجع مكانه ودوائر السحر بتختفي، وبيكون الكهف هينهار. فبيتصرف زغان بسرعه وبيشيل البنات الثلاثه علشان يهرب بيهم، وبيمسك برباتسو في هدوم وبيقول له خدني معاكم النبي. وبيقدروا انهم يخرجوا قبل ما الكهف ينهار. وبيتكلم برباتسو مع زغان وبيقول له بما انك طلعت قوي وجبار وبتدمر الاشرار، انا مش هظهر لك تاني ولا كاننا كنا نعرف بعض. وبيعمل حركه من حركاته وبيختفي. وبيتفاجئ زغان لما بيلاقي ان فيليا بتديله الطوق بتاعها وبتطلب منه يرجعه تاني، وبيرفض في البدايه لان الطوق ده بتاع الجواري وهي ما بقتش جاريه بالنسبه له، لكنه هيضطر يحطه لما بيلاقي ان نيفيليا مصممه، وده لانها شايفه انها لما تكون جاريه عنده مش هيتخلى عنها. وتاني يوم بنشوف الراهب وهو بيأمر شاسل انها تروح تخلص على زغان، لكن شاسل بترفض وبتعرف الراهب ان زغان انقذها مرتين ومستحيل تغدر بيه، وبتدافع عنه وبتحاول تفهم الراهب ان زغان كويس. فبيتعصب الراهب وبيشوف انها كده بتخون الكنيسه، وبيعلن انها ما بقتش من الجنود المقدسين، وبيحاول الجنود يدافعوا عنها. فبتزعق لهم وبتقول لهم انها تقبل مصيرها وهتسيب وظيفتها كجنديه مقدسه، وبتقرر تدي سيفها المقدس للراهب. وبنروح لزغان اللي بيقعد يقرا عن الشياطين علشان يعرف يتصرف لو ظهر شيطان من الشياطين دول من تحت الارض زي ما حصل معاه قبل كده. وفجاه نيفيليا بتدخل المكتبه وبتحاول تهزر معاه علشان تخرجه من ضغط القرايه، وبتكون لطيفه لدرجه ان زغان بيسيب القرايه خالص وبيروح معاها. وبيتفاجئ لما بيلاقيها مجهزه له الغدا، وبتعرفه انها اتعلمت الطبخ من كتاب طباخ مشهور، وبتعرفه ان مانويلا هي اللي ادتها الكتاب. فبيقول لها انه كان شايف ان مانويلا مزعجه لكن طلعت مفيده، وبينبهر بطعم الاكل. وفجاه بيسمع صوت تكسير فبيقول شكل عندنا ضيوف، بس والله ما انا قايم غير لما اخلص البتاع الجامد ده. في الوقت ده بنشوف كائن شكله غريب بجسم ضخم وراس صغيره شبه راس الافعى، حرفيا بنطبق عليه جمله الانسان براس حيوان. وبيحاول الكائن ده يقتحم القلعه بتاعت زغان الغلبان، وما يعرفش ان زغان هيطلع دلوقتي يعمل منه شاورما ويكمل بيها غداه، وبيفضل يهاجم في القلعه لحد ما بيقدر يدخلها. واول ما بيشوف زغان بيبص له باستهزاء كده وبيقول له هو انت بقى زغان حاكم الشياطين؟ وبيعرفه ان هو هيخلص عليه. فبيبص له زغان بتركيز كده وبيفتكر انه شافه في المزاد، وبيقول له لو سمحت لو ناوي تخلص عليا استنى لما اخلص غدايا، هو مش هحاربك على معده فاضيه يعني. فبيتعصب الكائن ده وبيقول له هو انت بتستهزأ بقوتي؟ ده انا مرعب والكل بيخاف من قلبتي. وبيكشف عن جسمه الضخم وبيخرج دراعه اللي بيكون شكله مرعب، وبيحاول يهاجم زغان لكن زغان بيصد هجومه بحركه واحده وبيكمل اكل عادي. لكن على الرغم من كده الكائن ده مش بيستسلم وبيفتح بقه عشان يبدا الهجوم التاني. فبيتعصب زغان وبيضربه بعصبيه، هو بيقول له مش قلت لك يا ابني مش عايز احاربك على معده فاضيه؟ طب خد الضربه القاضيه. هو بيضربه له الكميه بتجيب اجله وبيفقد الوعي. لكن الصدمه ان لما نيفيليا بتقرب من الكائن الغريب ده بتكتشف ان شكله اتحول وبيطلع انه مجرد بنت صغيره. وبيتصدم زغان لما بيعرف انه كان هيخلص على بنت صغيره، وبما انه شهم وشجاع وبطل الابطال بيشيل البنت دي وبينقلها للسرير وبيعالجها كمان. وبعد كده البنت دي بتفوق وتكون عايزه تهاجم زغان، فبيقول لها اهدي ده انا لو نفخت فيك هطيرك. ولما بيبص لها وهي قاعده خايفه بيفتكر نفسه لما كان بيخاف لما يتقبض عليه. هو بيسرق الاكل وبيتكلم معاها علشان يعرف هي مين وعايزه ايه، فبتتكلم معاه وهي خايفه. وبنكتشف ان البنت دي مش بنت عاديه وبتبقى مش من البني ادمين وبتبقى عباره عن تنين. وبيستغرب زغان وقتها ان لسه اصلا في تنانين، وده لانهم انقرضوا من ملايين السنين. وبيقول لها بصي بقى تبقي تنين تبقي ام 44 مش هتمشي من هنا غير لما تنضفي الفوضى اللي حصلت في البيت. وبتستغرب البنت من ان زغان ما فكرش ياكلها بعد ما عرفت انها تنين، وده لان الناس مفكرين ان لو حد اكل لحمه التنين هيعيش للابد. فبيقول لها لا انا ماليش في الاكل الغريب ده، حد قال لك ان من الصين ولا حاجه؟ وبيهددها انه هيقبض عليها لو فكرت تهرب قبل ما تنضف
تنظف البيت زي ما قال لها، وبيسيبها وبيروح المكتبه. وبتقعد البنت تتكلم مع نيفيليا اللي بتعرف منها انها اسمها فلورا. بعد كده بيكون زغان في المكتبه، وبتدخل فلورا وتعرفه انها نظفت البيت زي ما طلب منها، كمان جايز الاكل مع نيفيليا. فبيروح زغان عشان ياكل، وبيتفاجئ لما بيلاقي فلورا بتوقفه وبتساله ازاي مش خايف انها تهاجمه في اي وقت. فبيفتكر برباتسو اللي كان بيقسم انه هيخلص عليه، ويقول لها كان غيرك اشطر، وبيسيبها وبيروح عشان ياكل. فبتنبهر فلورا بشخصيه زغان القويه، وبتحس انها قدام بطل حقيقي. في اثناء ما زغان بياكل بيلاقي فلورا بتتكلم معاه، تطلب منه ما يعرفش حد انها مجرد بنت صغيره، وده لانها عايزه تبقى حاكمه الشياطين. بتعرفه انها هاجمته لانها كانت مفكره انها تقدر تخلص عليه وتاخد مكانه. فبيطمنها زغان انه مستحيل حد يعرف يخلص عليه، ومستحيل حد يعرف حياتها ولا هيفكر يأذيها اصلا، لانها بالنسبه له مجرد طفله. وبتطمن فلورا بعد ما بتسمع كلام زغان، لدرجه انها بتنام في بيته وكانها بيتها. وتاني يوم مانويلا بتشوف فلورا وبتعجبها قوي، وبتعاملها على انها لعبه، وبتكون عايزه تاخدها معاها. فبيتخانق زغان معاها وبيبعدها عن فلورا، وبيقول لها انها انسانه ومش لعبه معموله عشان تسليها. وبيتاكد من ان مانويلا مجنونه زي ما كان بيقول عليها دايما. وبياخد فلورا وبيمشي، وبيكون مستغرب لانه بيعامل فلورا زي ما تكون بنته الصغيره. وبنروح للشاس اللي بتكون ماشيه في السوق ولابسه فستان جديد، وبتبقى بتفكر في زغان، وبتتمنى ان الفستان يعجبه، وبيبان كده انها بتحبه. بتتمنى ان علاقته بنيفيليا ما تتطورش، وبتخاف انهم يتجوزوا قبل ما تخلي زغان يعجب بيها. وفجاه بتشوفهم قدامهم وبتشوف فلورا معاهم، فبتتخض وبتصرخ من الصدمه. بتفتكر ان فلورا تبقى بنت زغان، وبتقول له هو انتوا علاقتكم اتطورت بالسرعه دي؟ فبيبص لها زغان باستغراب كده وبيسالها هي مين، ومش بيقدر يعرفها لانها غيرت طريقه تسريحتها وطريقه لبسها. وبتنهار شاسل وبتقول لنفسها اتنسيت كاني ما جيت. وفي اللحظه دي الجنود بيقربوا منهم. تعرف فلورا من لبسهم انهم تبع الكنيسه، وبتخاف من انهم يقبضوا عليها وهي مع زغان، وبتستعد عشان تتحول لشكل التنين وتكسر عظمهم. وبيلاحظ زغان انها بدات تتحول، وبيقول لها اهدي وخليكي في شكل الطفله بدل ما الكل ينقلب عليكي ويعملوا منك شرب التنانين. فبتسمع كلامه وبتوقف عمليه التحويل، وبتتعامل بشكل طبيعي لحد ما زغان بيسيب شاسل وبيرجع. وبالليل زغان بياخد فلورا لقلعه حاكم الشياطين، وبتكون القلعه عملاقه وشكلها مبهر، وبتبقى اتبنت في سنين طويله علشان تطلع بالشكل ده. والقلعه دي سحريه. حاكم الشياطين السابق استخدم قوته ونزلها تحت الارض. وبتشم فلورا ريحه غريبه، بتقول انها حاسه ان كان في تنانين موجودين في القلعه، ومش بيقتنع زغان بكلامها، وده لان التنانين وجودهم نادر. وبيدخل عشان يتفرج على القلعه اللي بينبهر اول ما بيدخلها. بتكون مليانه تماثيل شكلها مرعب، وبتلاحظ فلورا وجود دايره سحريه مرسوم عليها علامه خاصه بالتنانين، وبتشاور لزغان عليها وبتخمن ان في باب سحري موجود تحت الدايره، وبتستخدم قوتها عشان تفتح الباب. وبيلاقوا في سلم عملاق تحت الباب ده، ولما بينزلوا من على السلم بيلاقوا مكتبه ضخمه فيها عدد كبير من الكتب، وبينبهروا باللي بيشوفوه. وبيكون زغان في قمه سعادته لان الكتب دي هتخليه يزود قوته السحريه. وبيقول لفلورا ونيفيليا يجمعوا اي كتب بتتكلم عن القوه السحريه. وبتكون فلورا عايزه تقرا الكتب، لكن زغان بيمنعها، وده لان الكتب ممكن تاذيها لو هي ما بتعرفش تتحكم في قوتها بالشكل الكافي. وبيتفاجئ زغان لما بيلاقي ان الصفحه اللي فلورا كانت هتقراها فيها صوره للوشم بتاع حاكم الشياطين. ولما بيركز فيه بيكتشف انه نفس الوشم اللي موجود على ايده، ولما بيركز فيه بيكتشف انه نفس الوشم اللي موجود على السيوف المقدسه. وبيفهم ان في علاقه قويه بينهم هما الاثنين. في نفس الوقت ده بنشوف شخص ضخم بيتكلم مع الشاسل، بيكون باين من شكله انه شخصيه مهمه قوي، والكل بيعمل له الف حساب. وبنعرف ان الشخص ده اسمه رافائيل، وبيكون الزعيم بتاع الجنود المقدسين. وبيسال شاسل عن السبب اللي خلى الراهب يمنعها من انها تكمل مهمتها. فبتقول له لا ولا حاجه، عصية الاوامر. فبيضحك رافائيل وبيكون متفاجئ من صراحتها، وبيخاف الجنود من ان رافائيل يخلص على شاسل، وبيروحوا يقفوا قدامها عشان يحموها. وفجاه بيدخل الراهب، والغريب ان رافائيل بيطلب منه يرجع السيف لشاسل ويخليها تكمل مهمتها. وبيقول ان مش من حقه يمنع اي حد من الجنود المقدسين من انهم يكملوا مهمتهم اللي هم اختاروها. وبتدخل شاسل في الكلام وبتطلب منه ما يتكلمش مع الراهب، فبتعصب لانها بتكلمه بالطريقه دي وبيكون هيخلص عليها. لكن الراهب بيطلب منه يسامحها وفعلا بيسيبها. وبسبب الموقف اللي حصل الراهب بيقرر يرجع لشاسل السيف بتاعها وبيرجعها لشغلها. وبنروح لبرباتسو اللي بيقابل زغان وبيعزمه على عصير ليمون، وبيحاول يحسن علاقته معاه، وبيسحبه في الكلام عشان يعرف منه معلومات عن فلورا، قابلها ازاي وبتعمل ايه في القلعه. وبتكون اسئلته كتيره قوي لدرجه ان زغان بيزهق منه، وبيقول له بص انا زهقت من الوحده، اتبنيت فلورا عشان اربيها. وبيفضل برباتسو يضحك وبيقول له معقوله زغان ابو قلب حديد اتبنى طفله؟ وبيفهم ان زغان مش هيقول له الحقيقه، وبيغير الموضوع وبيعرفه ان رافائيل راجع للمدينه، وبيخطط انه يخلص عليه. وده لان الراهب في الكنيسه مفهمه انه شرير، وبيفهمه ان رافائيل خصم مش سهل، وده لانه قوي جدا وخلص على 499 ساحر، ولو خلص عليه يبقى هو رقم 500. وبيستغرب زغان من ان في شخص واحد قدر يخلص على عدد كبير من السحرة، وبيتاكد انه هيقابل شخص مش عادي، ولو غلط معاه غلطه واحده هيعمل منه زبادي. وبيفكر هيخلص عليه ازاي، لكن برباتسو بيقطع تفكيره وبيقرب منه وهو بيقول شوف انا اتغيرت ازاي ورجعت صاحبك وحبيبك. فبيقول له اخلص عايز ايه من الاخر كده. فبيتوتر برباتسو لان زغان كشفه، وبيقول له على الدغري انا عايز اخد قلعه حاكم الشياطين بما انك كده كده مش عايش فيها.
فيها. فبيرفض زغان، وده لانه عارف ان بربتسو استغلالي، ولو دخل القلعه مش هيخرج منها، وبيعرف انه هيديه شويه كتب وهتزود قوته السحريه. فبيوافق وهي منفعه منه السلام. وفجاه زغان بيحس ان في حد واقف وراه، ولما بيبص عشان يشوف فيه ايه بيلاقي رافائيل بيبص له بنظره مرعبه. وبيتصدم بربتسو لما بيشوفه، وبيكلمه وهو متوتر كده وبيقول له ابن حلال كنا لسه بنتكلم عليه. فبيضحك له ضحكه مرعبه لدرجه ان الست اللي واقفه على البار بتفقد الوعي. وبيخاف بربتسو من ان رافائيل يهاجمه، عشان كده بيقرر يبدا هو الاول، وبيخرج قوته السحريه وبيستعد عشان يهاجمه. لكن زغان بيبطل قوته وبيطلب منه يستنى لما يشوف رافائيل عايز ايه. فبيتعصب بربتسو بيقول له هيكون عايز ايه يعني، هيخلص علينا احنا الاثنين، ده بيصطاد الصحراء وكانه بيصطاد ارانب. فبيتجاهل الكلام وبيروح يقعد مع رافائيل، وبيساله عن السبب اللي خلاه يدور عليه. فبيقول له انه كان عنده فضول يشوفه، وده لانه سمع عنه كتير. بيكون كل كلامه عن شاسل وازاي رفض انها تحاربه. فبيفهم زغان انه عايز يفهم نوع العلاقه اللي بينه وبينها، علشان لو اتاكد انها في صفه هيطردها من الكنيسه. بيكون حريص في كلامه وبيبين ليه انها مش فارقه معاه، وكل اللي بينهم المعركه اللي هزمها فيها. وبيفضل مصمم على كلامه لحد ما بيمشي. وبيخاف زغان من ان رافائيل يأذي شاسل، علشان كده بيبعت بربتسو يراقب شاسل ويحميها لو اللي في الكنيسه انقلبوا عليها. وبعد كده زغان بيرجع للقلعه بتاعته وبيلاقي ان فيليا منيمه فلورا على رجليها وكانها بنتها، وبيكون معجب بالمشهد اللي شايفه، لكنه مش بيعلق عليه. بيقعد يتكلم مع نيفيليا عن فلورا وبيعرفها ان رافائيل قتل اهلها، وبيقرر يبعد رافائيل عن فلورا عشان لو عرف انها تنين هيخلص عليها هي كمان. وفجاه زغان بيشم ريحه البرفان بتاعت نيفيليا وبيحس انه منجذب ليها بشكل مش طبيعي، ومش بيقدر يقاوم وبيكون هيقرب منها. فجاه بيجي برباتسو بيدخل شبه المخبرين وبيقول له الحق في مصيبه، وبيكون شايل شاسل على ايده. وبيعرفوا انها اتسممت، فبيتخض زغان من شكل الشاسل وبيخمن ان رافائيل هو اللي سماها. وبتتخض نيفيليا وبتسيب فلورا على الارض وبتروح تطمن على شاسل. وفي اللحظه دي فلورا بتفوق، واول ما بتشوف السيف اللي مع شاسل بتعرف انها من الجنود المقدسين، وبتكون بتكرههم قوي بسبب اللي رافائيل عمله في اهلها. وبتستعد عشان تهاجمها، لكن زغان بيوقفها على اخر لحظه وبيعرفها ان شاسل صديقه وما ينفعش تاذيها، وبيعرفها انه هيساعدها تنتقم من اللي قتل اهلها بس مش دلوقتي. فبتهدى فلورا وبتخفي انيابها تاني. بعد كده الشاسل بتفوق وبيكون زغان استخدم قوته السحريه عشان يعالجها. بيسالها عن اللي حصل، فبتقول انها مش فاكره غير انها جات لها رساله من حد مجهول، ولما راحت تقابله كان مغطي وشه ورفض يكشف عنه، وقال لها ان ده احسن ليهم هما الاثنين، وكان الشخص ده من الكنيسه، وقال لها ان السحرة هيعيشوا بعد كده مع البشر في سلام. واعطاها اسم حركي وعرفها انها اول ما تقول الاسم ده هيظهر لها. وبتكمل شاسل كلامها وبتقول انها ما اهتمتش بالموضوع ورجعت للكنيسه، لكنها اول ما شربت الشاي فقدت الوعي واترمت على الارض وبتكون شاكه ان رافائيل هو اللي سممها. فبيقول لها زغال ما تستعجليش، وبيطلب منها تنام وهو يفضل جنبها علشان يحميها ويقف جنبها. وبيكون عنده ذوق واصل لليفل عالي قوي، وده بيبان لما بيداير الكرسي وبيدي ظهره لشاسل عشان تاخد راحتها وما تحسش انها مكسوفه. وبتعجب شاسل بذوقه العالي وبتتمنى انه ما يتجوزش نيفيليا ويحبها هي. وتاني يوم شاسل بتتفاجئ لما بتلاقي زغان بيعرض عليها تفضل عايشه معاه عشان تكون في امان، وبتفرح لانه مهتم بيها. لكنها بتتصدم لما بيقول لها خد المكنسه والشرشوبه علشان تنضفي القلعه وتعملي بلقمتك، ما هو اكيد يعني مش هتعيشي في القلعه ببلاش. وبتتضايق شاسل من ان زغان هيشغلها خدامه، لكنها تضطر توافق، وده لانها لو رجعت الكنيسه هتكون في خطر. وبتكون فلورا متضايقه من وجود شاسل في القلعه وبتعمل فيها مقالب طول الوقت، مره ترمي عليها ضفدعه ومره ترمي عليها تعبان، وبتطلع عينيها لحد ما زغان بيتكلم معاها وبيطلب منها تعاملها بشكل كويس. وبالليل بعد ما الكل بينام نيفيليا بتروح تجري على زغان وبتكون مخضوضه وبتقول ان فلورا اختفت من القلعه. وبتكتشف ان فلورا مشت من القلعه لان زغان طلب منها تبعد عن شاسل وتبطل تضايقها، ولو فضلت في القلعه هتضطر تسمع كلامها. وقتها تنسى انها لازم تنتقم لاهلها، وبتكون فلورا متضايقه لانها قررت تمشي، وده لانها بتحب نيفيليا وبتحس انهم بيعوضوها عن اهلها. وبعد ما فلورا بتسيب القلعه بتاعت زغان بتروح قلعه حاكم الشياطين وبتقرر تدور على الكتب اللي هتديها قوه تساعدها تخلص على جنود الكنيسه. وبتكون متردده انها تدخل، وده لانها كده هتكون بتخون زغان اللي عمل لها بصمه سحريه تخليها تدخل القلعه وقت ما تحب. وفجاه بتسمع صوت رافائيل بيتبص وراها وهي مرعوبه. اول ما بتشوفه بتفتكر ازاي يخلص على اهلها، بتحس بغضب زي البركان، ومن غير ما تفكر بتخرج مخالبها وجناحاتها وبتروح تهاجمه، لكنه بيكون اقوى منها بكتير ومفيش اصلا مجال للمقارنه. وبيرفع سيفه عليها وبيكون هيطير رقبتها، لكن لحسن حظها ان زغان بيوصل في الوقت المناسب وبيصد هجوم رافائيل اللي بيتفاجئ من ان زغان ماسك السيف من غير حتى ما ينجرح. وبيفهم ان زغان مش ساحر عادي. وبتكون فلورا مرعوبه وبتروح تحضن زغان وهي بتعيط وبتساله ازاي وصل لها بسرعه. فبيشاور على برباتسو اللي بيكون عنده قوه سحريه غريبه وفريده من نوعها وبتخليه ينتقل لاي مكان خلال دقيقتين. وبيتكلم مع رافائيل وبيقول له ان فلورا تبقى بنته ويخلص على اي حد يفكر يأذيها. وبيبدا يستخدم قوته السحريه القويه وبيستعد عشان يهاجم رافائيل، لكن المفاجاه ان رافائيل بيكون عنده القدره انه يخليه يلغي سحره. وبيبان ان رافائيل كمان مش سهل وقوته جباره لدرجه انه قدر يهزم 2 من حكام الشياطين. وبيفهم زغان انه داخل على معركه جمدان وبيتحدى
بيتحمس قوي وبيهجم على رافائيل بحركه سحريه لولبيه، وبيحاول رافائيل يلغي سحره لكنه المره دي مش بيقدر لانه بيكون خرج كل قوته ومش بيقدر رافائيل يصد هجومه، وبيترمي بعيد لكنه مش بيستسلم وبيمسك سيفه اللي بينور لانه سيف سحري، وبيروح يهاجم زغان اللي بيقول له لا ده انت طلعت قوي جدا، ده لو حد غيرك اخذ الهجوم ده كان زمان دراعه مكسور. لكن رافائيل مش بيرد عليه وبيهاجمه بهجمه قويه باستخدام سيفه، بتكون معركه مش سهله لان الاتنين قوتهم جباره والاتنين حركاتهم سريعه وقدره التحمل عندهم عاليه، وبيكون رافائيل متوقع انه هيخلص على زغان بعد ما خرج كل قوته، لكن زغان بيفاجئه وبيقدر يصد هجومه، بيقول له لا ما انا ساحر جامد برضه واهزم اي حد باشاره من صبعي، وبيقطع برباتس كلامه وبيقول له مش وقت الغرور بتاعك، خلص عليه قبل ما يخلص عليك. في اللحظه دي رافائيل بيهجم تاني على زغانه فبيقول له طب بص الحركه دي، وهوبا بيضربه لكمه قويه في بطنه وبيخليه يطير، لكن رافائيل مش بيستسلم، والمفاجاه انه بيكون عنده قوه خارقه تخلي جسمه يعالج الجروح بشكل تلقائي وبتكون القدره دي بقت عنده من بعد ما اكل اهل فلورا، وده لان لحم التنانين بيدي قدرات خاصه زي طول العمر وعلاج الجسم وغيرها من القدرات التانيه. وبيسال رافائيل عن فلورا وليه حاولت تهاجمه، تتخانق معاه وبتعرفه ان التنانين اللي قتلهم واكلهم يبقوا اهلها، فبيفرح رافائيل لما بيتاكد ان فلورا تنين، وبيقول تنين كمان يعني لو اكلته قدرتها هتزيد اضعاف، وبيروح يهجم عليها لكن زغان بيقف قدامه وبيصد هجومه، وبتتعصب فلورا وبتحاول تهاجم رافائيل بالرغم من ان زغان بيحذرها، وبيترعب زغان من ان رافائيل هيخلص على فلورا، لكن في اللحظه دي بتظهر شاسل وبتعمل حاجز قوي بينهم وبتطلب منه يوقف اللي بيعمله، وفجاه بيقع رافائيل على الارض لانه بيكون تعب من المعركه المدمره اللي حصلت بينه هو وزغان، وبيقول له زغان انا ممكن استغل الفرصه واخلص عليك لكن اخلاقي ما تسمحليش وهسيبك تعيش، وده لاني ماليش في جو القتل والدم والحاجات دي. وفجاه زغان بيسكت خالص، وده لانه بيحس ان في قوه رهيبه بتقرب منهم، وبيبص حواليه بتركيز علشان يعرف القوه جايه منين، وفجاه بيظهر حواليهم نور احمر بيملى المكان وبتهتز الارض من تحتهم، وبيكون الموقف مرعب لدرجه ان برباتسو بيصرخ وبيطلب من زغان يهربوا بسرعه، وفجاه بيظهر كائن ضخم ملوش عيون وجسمه عليه خطوط حمراء شبه الضوء المنتشر في المكان، واول ما زغان بيشوفه بيفتكر الكائن اللي ظهر في الكهف وبيخمن ان الكائن ده من نفس الفصيله، وبيركز كده فبيكتشف ان الكائن الغريب ده بيمتص طاقتهم عشان يزود طاقته، وبيحاول يسيطر عليه زي ما سيطر على الكائن اللي قبله لكنه بيفشل، والكائن ده بيفتح بقه بشكل مرعب وبيطلق طاقه عملاقه في اتجاه فلورا، والمفاجاه ان رافائيل هو اللي بيقف قدامها وبياخد الهجوم مكانها، وبيكون الهجوم قوي لدرجه ان رافائيل بينزف بشكل غريب ودراعه كله بيتقطع، وبيجمع زغان قوته ويروح يهاجم الكائن ده وبيضربه ضربه مدمره بتخليه يترمي في الارض، بيقدر يخلص عليه بضربه من ايده اللي اقوى من مطرقه، وبيروح يطمن على رافائيل وبيتخض لما بيشوفه بينزف كميه دم مرعبه، وبيتاكد ان الجرح عميق لدرجه ان قوته الخارقه ما ساعدتهوش، وبيتكلم رافائيل مع فلورا بصعوبه وبيعتذر لها لانه خلص على اهلها، وبيتحنى عليها وبيطلب منها المساعده وبيفضل يبص لها، بيحس انه شايف اهلها قدامه، وبيتكلم مع زخانه بيعرفوا ان في كائنات غريبه ظهرت وهجمت ابو فلورا قبل ما هو يهاجمه، وبيعرف ان الكائنات دي شبه الكائن اللي ظهر من شويه، وبيكون متوقع انه يرجع يظهر تاني، وبيكشف للكل انه ما كلش اهل فلورا وكل اللي عمله هو انه شرب من دم ابوها بس علشان قوته تزيد ويقدر يواجه الكائن الغريب اللي كان هيخلص عليه، فبيقول له زغان انه متاكد من انهم هيظهروا تاني وباعداد كبيره كمان، عشان كده بيقرا في الكتب القديمه عنهم علشان يعرف يواجههم لما يظهروا تاني، وفجاه بيسمع صوت ولما بيبص وراه بيكتشف ان الكائن اللي كان مفكر انه خلص عليه قام تاني، فبيروح له وبيقول له ده انت شكلك مصمم تموت، وبيكون عايز يكسر وشه بقوته المدمره، لكن رافائيل بيحذره من انه يواجه الكائن ده لان قوته بتزيد بعد ما بيرجع، بتدخل شاسل في الكلام اللي بينهم وبتقول له سيب لي انا الطلعه دي يا معلم، وبتمسك سيفها اللي بيكون قوته قريبه من قوه سيف رافائيل، وده لانهم هما الاثنين سيوف مقدسه، وبيلمع السيف وبيطلع منه نور قوي ومعنى كده انه بقى مستعد للمعركه، وبتطلع تجري في اتجاه الكائن اللي بيفتح بقه وبيخرج طاقه سحريه قويه وبيهاجم شاسل بيها، لكن شاسل بتكون قويه وبتقدر تصد هجومه باستخدام سيفها، وبينبهر زغان من قوه شاسل وبيقول ايه ده طلعت بسكوته بس اتعوره، وبيقرر يساعدها وبيجمع طاقته السحريه وبيطير من مكانه كانه سوبر مان وبيهاجم الكائن ده، لكن الكائن مش بيسكت وبيستعد عشان يرد لهم الهجمه، لكنه قبل ما بيهجم بينفجر بسبب الهجوم بتاع زغان، بعد كده بيقدر زغان يكسر الكائن العملاق وبيروح لرافائيل وبيحاول يستخدم قوته علشان يعالجه، لكن رافائيل مش بيكون مهتم بجرحه وبيمدح شاسل اللي فاجئته بقوتها، وبيقرر يخرج اسراره وبيعرف الكل انه ما كانش بيخلص على الصحراء لانه عايز كده، لكنه كان بيضطر يخلص عليهم، وده لانهم كانوا بيهاجموه طول الوقت بسبب او من غير سبب، وحاول يتكلم معاهم كتير لكنهم ما كانوش بيسمعوه، وكانوا بيدخلوا معاه معارك وبسبب كده طلع عليه سمعه انه بيصطاد الصحراء، لكنهم في الحقيقه هم اللي بيجروا وراه، فبيتعصب زغان وبيقول له ما كل ده بسبب نظراتك الحاده اللي بتطلع شر، فانا شخصيا لما شفتك اول مره قلقت منك كنت متوقع انك تهاجمني في اي وقت، بتاكد شاسل كلامه وبتكون هي كمان كانت مرعوبه من رافائيل اول ما شافته وكانت مفكراه عباره عن وحش بشري، فبيقول لهم رافائيل انتوا اللي ظالميني اعمل لكم ايه طيب،
وبيسند على سيفه وبيقوم بصعوبه، وبيقول لهم ان وراه مهمه اخيره هينهيها، وبعدها يرجع لفلورا عشان تخليها تخلص عليه وتنتقم لابوها، وبيمشي ويسيبهم. في الوقت ده بنشوف الراهب وهو بيتكلم مع الجنود بلطف، ويبين انه قلقان على شاسل وعايزها ترجع الكنيسه علشان تبقى قدام عينه ويطمن عليها، وبيكون شخص لطيف. لكن اول ما الجنود بيمشوا بيتحول لشخص مرعب، وملامحه بتتغير وبيفضل يشتم على شاسل اللي بيكون شايف انها خاينه، وبنكتشف ان هو اللي حط لها السم في الشاي، وبيكون متضايق لان السم ما خلصش عليها، وبيتمنى لو يقدر يعدمها قدام الكل. وبيكون الراهب ده متعصب قوي وبيخلص على اي حد يعارضه، وبيكون خلص على عدد كبير من الجنود المقدسين، وبيقعد يفكر في طريقه يخلص بيها على شاسل. لكن فجاه رافائيل بيدخل وبيقطع تفكيره، وبيبص الراهب لدراعه اللي بينزف وبيتظاهر بانه قلقان عليه، لكن جواه بيقول ان رافائيل كمان بيقف ضده ولازم يخلص عليه، وبيصب شويه سم على ايده وبيروح يديه لرافائيل على اساس انه دواء هيوقف له نزيف، وبيكون خبيث لابعد الحدود. لكن لسوء حظه ان رافائيل بيكون ذكي ومش سهل ينخدع، وهوب بيضرب ايده بالسيف وبيقطع له كف ايده اللي كان ماسك بيه السم، وبيتصدم الراهب وبيترمي على الارض وهو بيصرخ من شده الالم. فبيزعله رافائيل عشان يسكت، وبيقول له ان صوته بيزعجه، بيعرف انه مش غبي وكان عارف اللي بيعمله، لكنه ما كانش عايز يقتل حد جوه الكنيسه. بيقول له انت اللي اجبرتني على كده، ويدوس على ابوه عشان ما يطلعش صوت، وفي خلال ثواني بيكون مطير راسه، ويبص له بصه اخيره قبل ما يمشي، ويقول له انه هيجي وراه قريب. وتاني يوم شاسل بتتفاجئ لما بتشوف رافائيل في القلعه بتاعت زغان، وبتخاف انه يكون ناوي على شر، لكن زغان بيعرفها ان رافائيل بقى المساعد بتاعه، وده لانه هيساعده في دراسه عالم الشيطان بشكل افضل. وبيكون زغان عمل كده لان رافائيل عنده خبره في عالم الشياطين واكتر واحد يقدر يساعده، وبيتفق معاه انه يعيش معاه في القلعه، وبيتقبل الكل وجود رافائيل، بيرحبوا بيه. لكن المفاجاه ان فلورا كمان بتتقبل وجوده، وكمان بتستخدم قوتها السحريه وبتعمل له ايد صناعيه مكان ايده اللي راحت بسبب هجوم الكائن الغريب. بعد كده زغان بيروح السوق مع نيفيليا، وبتقترح نيفيليا انهم يزوروا مانويلا في المحل بتاعها، وبيرفض زغان في البدايه لانه شايف ان مانويلا ما بيجيش من وراها غير المشاكل. لكن نيفيليا بتكون شايفه انها بنت لطيفه وبتحب تساعد اللي حواليها، وبتصمم انها تزورها. وكالعاده اول ما مانويلا بتشوف نيفيليا بتخليها تجرب اللبس الغريب العجيب. ولما زغان بيرجع للبيت بيتفاجئ لما شاسل بتقول له ان الراهب اتقتل، والمسؤولين عن الجنود المقدسين كلموها عشان تروح تاخد مكانه في الكنيسه، وبتعرفوا انها تسيب البيت وهتروح تستلم منصبها الجديد. فبيوافق، وبيكون شايف ان منصبها الجديد هيفرق معاها كتير وهيحميها، وبيروح يقعد جنب برباتسو اللي بيكون قاعد يشرب شاي واخد البيت كانه بيته، وبيتريق عليه وبيقول له شايف انك مرتاح معانا، وبتتريق في لورا كمان، وبتكون شايفه انه شخصيه رخمه قوي، وبتبقى متضايقه من وجوده في البيت، فبيتعصب وبيكون هيتخانق معاها. بيستعد عشان يهاجمها، لكن زغان بيمنعه وبيحذره من انه يفكر يأذيها. بيعرفوا ان هو يعملها انها بنته، ولو فكر ده هيكسر دماغه. وبالليل زغال الكريم بيخلي نيفيليا تعمل عشاء لكل الموجودين، وبيكون متجمعين على عشاء اشخاص كان مستحيل انهم يتجمعوا في مكان واحد، وده لانهم كلهم كانوا اعداء وبيقضوا كلهم وقت لطيف مع بعض. لكن برباتسو الرخم بيتقل في العصير الليمون، وبيتريق على شاسل لانها بتنام وهي حاضنه اللعبه، وبتعصب شاسل لانه بيتريق عليها، بتتخانق معاه وبيكون هيحصل بينهم خناقه تكسر القلعه. لكن زغان بيهدي الدنيا وبيحدف برباتسو بالشوكه في دماغه، وبيخليه يعتذر للشاسل اللي مش بتقبل الاعتذار، وبيكمل بروس الاكل ولا كأن شوكه مغروزه في دماغه، وبيفضل يشرب لحد ما بيفقد وعيه. وبعد كده زغان بيشغل جهاز الموسيقى بتاعه وبيعرض على نيفيليا انها ترقص معاه، لكنه لما بيجي يرقص بيكتشف انه اصلا مش بيعرف يرقص، وبيكون الموقف محرج قدام رافائيل اللي بيكون واقف يتفرج عليه. وبيلاحظ رافائيل ان زغان محروق، وعشان كده بياخد فلورا وبيمشي، ويبص زغان لنيفيليا برومانسيه وبيعترف لها انه بيحبها. وهنا بيخلص الانمي بتاعنا بعد ما زغان بيلاقي الحب اللي كان مفتقده من زمان، بقى عايش وسط اصحابه اللي بيعتبرهم عيلته بعد ما القلعه كانت فاضيه بقت مليانه باشخاص بيحبوه. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه عشان يوصلك كل جديد.